الكرام أعزائي المشاهدين مع ركلات الجزاء الترجيحية والركلة الأولى. الركلة الأولى للمنتخب الكويتي. بدر المطوع، بدر المطوع الآن، بدر المطوع الآن يحطها ولا لا؟ يا هي لحظات حاسمة ويا هي أعصاب بالنسبة لمباراة الدور قبل النهائي. بدر الآن، بدر المطوع يحطها ولا لا؟ وسجلها، سجلها بدر المطوع. إذن الكويت تسجل ركلة الجزاء الأولى، ركلة الجزاء الأولى حطها بدر المطوع بشكل ممتاز، بالتالي يسجل الركلة الأولى، بالتالي يسجل الركلة الأولى. الآن صالح زدير. نعد يا جماعة ونبدأ في هذه الأمور وبعض الحسابات قليلا. نواف الخالدي بالتأكيد يتمتم ببعض آيات القرآن الكريم في سبيل الدعوة إلى أن يتصدى لهذه الكرة. صالح زدير ونواف الخالدي. نواف اللي خلص ضربة جزاء الشلهوب في حالة المجموعات، ولكن الآن في ركلات الجزاء الترجيحية المنتخب العراقي في أول تسديدة. صالح زدير ونواف الخالدي يحطها ولا لا؟ صالح، صالح الآن يحطها، أيضا سجل، أيضا سجل. 1-1 الآن، 1-1 الآن. ننسى النتيجة الأصلية، ننسى للحظات نتيجة الوقت الأصلي. 1-1 في ركلات الجزاء، 1-1 في ركلات الجزاء. والآن فهد عوض، والآن فهد عوض الظهير الأيسر بالنسبة للمنتخب الكويتي. وعلي مطشر في المرمى، علي مطشر في المرمى، حارس مرمى نادي الطلبة العراقي وصاحب 21 سنة. الكل واقف على أعصابه، الكل واقف على أعصابه. يحطها ولا لا فهد؟ يحطها ولا لا فهد؟ فهد الآن في المرمى، في المرمى الهدف الثاني سجلها فهد عوض. شوف الإعادة، كان ممكن يتصدى لها ولكن أيضا حطها في زاوية صعبة، وبالتالي الهدف الثاني الكويتي، الهدف الثاني الكويتي. الآن إلى عماد محمد. والله ركلات الجزاء لعبة أعصاب، أعان الله محبي المنتخبين وأعان الله المتواجدين خلف الشاشات وهناك في المدرجات. عماد محمد يحطها ولا لا؟ عماد، عماد ونواف الخالدي. عماد الآن يحطها، سجلها، سجلها عماد. وبالتالي العراق 2، العراق تسجل ركلة الجزاء الثانية. حطها بثقة باقتدار وبرافو. الحارس في زاوية والكرة في زاوية. شوف ردة الفعل على سيتكا. لا يزال التعادل قائم، لا يزال التعادل قائم. حمد لعنزي، أستراليا، حمد لعنزي، كوريا، ركلة جزاء الكويتية، قطر، United States of America. حمد لعنزي حطها ولا لا؟ The winner to organize حطها ولا لا؟ the 2022 FIFA World Cup is Qatar. The delegation of Qatar to join the FIFA President and the FIFA Secretary General. Please. وقطر أفرحتنا بهذا الخبر السعيد. قطر تفوز بتنظيم المونديال. يا سلام على هذه الأخبار، يا سلام على هذه الأمور. مصطفى كريم الآن، مصطفى كريم. العراق الآن المحاولة، مصطفى كريم يسجلها ولا لا؟ فرحة عربية إسلامية خليجية وشرق أوسطية بفوز قطر. مصطفى كريم
اللحظات والإثارة، وهنا أيضا اللحظات الحاسمة والإثارة. طلال العامر الآن تحت أنظار غوران، تحت أنظار غوران. يسجلها طلال ولا لا؟ طلال الآن يحطها ولا لا؟ طلال جزاء من طلال العامر. يا لحظات فرحة عراقية، فرحة عراقية حطها في العارضة. وشوف ردة الفعل، شوف ردة الفعل. لسه الأمور ما انتهت، لسه الأمور ما انتهت. شوف ردة الفعل، شوف الحزن من الجماهير الكويتية، ولكن المباراة ما انتهت. ركلات الجزاء لم تنتهي. هوار الآن على تنفيذها، هوار على تنفيذها. يوم مفرح جدا بالنسبة للكرة العربية. هوار يحطها ولا لا؟ هوار الآن، هوار يلعب بالنار، هوار يلعب بالنار وضيعها. ضيعها هوار. يا إدارة، يا الله في العلالي، يا الله في العلالي. بالتالي ضاعت الكرة الأخيرة وتعود الأمور، تعود الأمور إلى التساوي لجميع المنتخبات. المنتخبين الآن متساويين متعادلين. كوريا، أستراليا، 3 ركلات سجل من خلال المنتخب الكويتي، وركلة واحدة كانت ضائعة. وأيضا المنتخب العراقي سجل 3 وضيع 1. الركلة الأخيرة للمنتخب الكويتي. مساعد ندى، making a command as the FIFA president. I have to مساعد say ندى، thanks to the مساعد ندى يحطها ولا لا؟ because مساعد ندى الآن يحطها ولا لا؟ وعلي مطشر. ركلة جزاء الأخيرة بالنسبة للمنتخب الكويتي، إلا إذا حطها ولا لا؟ حطها مساعد ندى، حطها مساعد ندى. وابتسامة الثقة، ابتسامة لربما الانتصار. المنتخب الكويتي سجل هذه الركلة الأخيرة. الآن الركلة الحاسمة، الآن هذه الأمور، الآن الركلة الحاسمة. إذا ما ضيعها المنتخب العراقي فمبروك للكويت. ولكن هل نستمر في الركلات الإضافية؟ نشأة أكرم، نشأة أكرم يا أعصاب. أعان الله نواف، وأعان الله نشأة أكرم. الكويت ولا العراق؟ الكويت ولا العراق؟ نشأة الآن الجزاء. ننسى نتيجة الوقت الأصلي اللي كانت 2-2. الآن ركلة بركلة، ركلة بركلة. الإثارة لا تزال حاضرة، الإثارة لا تزال موجودة. حسين فاضل يحطها ولا لا؟ حسين. ضربات الجزاء اللي بالتأكيد الكثير من النقاد والكثير من المتابعين يرون أن فيها نسبة من الحظ، وبالتالي التركيز مطلوب. حسين الفاضل الآن حطها ولا لا؟ حسين سجلها، سجلها. الكويت تسجل الآن ركلة الجزاء السادسة، ركلة الجزاء السادسة. 5-4 الآن، 5-4 الآن. مين اللي راح يسدد المنتخب العراقي؟ الكل واقف على أعصابه، والكل حاط إيده على قلبه. بالتأكيد الأمور صعبة جدا هنا في ملعب 22 مايو. قصي منير الآن، قصي منير الآن، قصي ونواف الخالدي. سيدكا ينتظر، يترقب التسديدة الأخيرة للعراق. ممكن تزداد التسديدات إذا ما سجلها قصي. الكويت إلى المباراة النهائية، المنتخب الكويتي إلى الفاينل. الموج الأزرق يغرق أسود الرافدين. ضيعها قصي منير، ضيعها قصي منير،
بالعلالي سددها قصي، وبالتالي أطاح بالآمال العراقية، والفرحة كويتية، الفرحة كويتية، والاحتفالات لربما حتى الصباح بالنسبة